انا كنت باخد درس انجلش في ثانويه عامه في بيت بنت في جنب البيت عندنا يعني، وكانوا شله بنات كده 19 بنات مؤدبين ومحترمين وصوتهم واطي وبيبصوا في الارض، يعني لو قلنا ان احنا في ثانوي كنت كتبت على واحده منهم حاجه كده قاعدين، واحنا كنا 3 ولاد. حلو، ركزوا في التفصيل وفي الاعداد. والمدرس ده كان دمه خفيف ولذيذ وبتاع، فكنا بنروح الحصه بتبقى لذيذه جدا. واحد صاحبي ربنا يفك سجنه صاحبي ده والله يا رب يسامحني، هو الايجو بتاعه كان عالي قوي، الثقه بالنفس والحاجات دي كان على طول عامل كده، بس هو كان بيتكسف فكان بيخبي ده في تناكه. فاحنا قاعدين في الحصه المستر بيشرح قاعده مش عارف ايه في الجرامر، لقيت صاحبي ده عمال يتلوى على السفره عمال هو عامه اللي حصل ده مناسب جدا للي انا هحكيه وهتفهمه قدام. المايك لسه شغال؟ معلش هخش اعدله جوه وانا داخل سقفولي. A few moments later. معلش خطأ تقني، معلش انا اسف جدا. وقفنا فين؟ عند البتاع ما وقع. المهم هيتشال ده في المونتاج خلاص. انا كنت واقف كده الركور، فصاحبي ربنا يفك سجنه، ايوه بالظبط احنا وقفنا هنا مزنوق وبتاع، هو قال لي انا مزنوق مش قادر بتاع، فقلت له انا مزنوق تخش الحمام، فقال لي لا انت عايزني اقول لبنت ان انا مزنوق؟ فقلت له عادي، ما هو مش تحت كوبري، ما مزنوق عادي والله هيموت عمال فقلت له طب هتصرف. رحت زائد المدرس كوع، قلت له يا مستر مزنوق، فالمستر راح فجاه واحنا بيشرح راح قايل بريك يا جماعه، فجاه والله قال بريك، لو حد عايز يخش الحمام وبص له او يصلي او فبروزه جدا. فالتاني فضل قاعد شويه، كل الناس عماله تبص للمستر، فصاحبي ده راح قايم قال خلاص اجرب الحمام. انا داخل الحمام، باب الحمام خشب فيه مربعات ازاز لونها ازرق ما بتبينش اللي وراها بس بتشفه. فصاحبي ده دخل الحمام لقى ان النور من بره، بس رجولته نقحت عليه انه يطلع بره الحمام ينور نور، هو احنا مش رجاله ما نخافش من الضلمه، فقرر يتعامل في الظلام وقال لك في بصيص نور هيبقى جاي من الصاله وهتقضى. فطبعا من الدنيا ضلمه، فهو مش واول مره يخش الحمام ده فمش عارف ده الحوض ولا يعني مش مركز، فقعد خد وقت، فالمستر اتخنق راح بادئ الحصه. فبيشرح، ففي بنت قاعده على كرسي عماله تتمرجح، رجعت لمست اللمبه النور نور. فلما النور نور احنا لقينا منظر كالاتي: صاحبي ده خلص وواقف عند الحوض، اظن الرجاله فاهمه حلو كده، واقف عند الحوض، ففي حاله من ان الناس بدات تضحك لك ايه ده معقوله كده؟ الموقف نفسه مضحك، احنا مش شايفين حاجه، احنا شايفين واحد واقف عامل كده يغسل ايده، وفجاه راح موطي جايب حاجه لبيتها، فعادي رحنا كلنا وراح موطي جايب حاجه تاني راح موطي جايب حاجه لابس كلسون، وهو كان قصير شويه فراح قايم عادل البنطلون ونط في مكانه كده. ففي ضحك بقى في الصاله، تحسها صاله بتاعت مسرح فعلا، ضحك في الصاله باب اتفتح فكلنا بنضحك، فهو عاوز يغلوش راح مغني يا حاسدين الناس وراح طالع بثقه قوي، فاحنا عمالين نضحك. قعدنا، فهو الناس بتضحك، وكل ما المستر يشرح حاجه يلاقي بنت بصله وبتضحك، فيقول لي هو في ايه؟ اقول له خلاص بقى معلش اصل عادي يعني، فاهم قصدي يعني كلنا لها وبتاع، وهو مش عارف في ايه، لحد ما قلت له اصل هم فتحوا النور وقعدوا يشاوروا عليك ويتريقوا. بدات اسخن انا اركب حوار في دماغي، اتعصب بقى جدا، وانا انا حددت بنت قلت له دي اللي عملت كده. هو قاعد بقى طول الحصه شهيق وزفير كده. خلصنا الحصه ما اتكلمش مع حد خلاص، وهو مش شايف غيرها. فالمستر قال اللي ما خدش يبقى نظام يونت 14 مش عارف يجي معايا. رحنا عند العربيه، هو باصص لها بياخد الملازم وهو عامل كده، لحد اما وبنت كانت محترمه قوي والله ربنا يسامحها، فجاه راحت قايله انا ما خدتش منزبه مش عارف ايه، راح شاتمها بقى، لا ما خدتيش ايه، ما انت اصلا دب 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 دب، بيشتم بقى البنت. ايه بقى ايه؟ انهيار عصبي، الدموع بتنزل لوحدها، وهو عنده انهيار عصبي عمال يصرخ، والمستر بيحاول يخبي وشه. وفجاه والله في لو فيلم مش كده، لقينا واحد لابس مبلق كده وهو اتنين اخوها جاي يجيبها من الدرس بالصدفه. عارفين الضرب بتاع الافلام كده، وانا واقف من بعيد بدعي له معلش يا اسطى وجعك
والله وخدته ومشينا زي الافلام اللي هو انا بجد كنت فاكر ده تمثيل. انا سانده على بتاع اقول له معلش حاسس بحاجه، يقول لي مش حاسس، اقول له معلش.